بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. احنا جايين النهاردة بقى بالليمون بتاع السنة كلها. ده الليمون الني المعصفر. الليمون ده بيقعد معاكي طول السنة. هو بس التركة اللي فيه انه المحلول بتاعه 90% منه او 80% منه ليمون. يعني لو انت عاملة 4 كيلو ليمون ني بتعملي 2 كيلو ليمون معصور. بعمل ايه عشان اسهل خطوة عصر الليمون؟ بغلي مية واسقط فيها الليمون متقسم 2. بمجرد المية ما تغلي غلوة واحدة باخده، بيبقى سهل في العصير زي ما انت شايفاه كده. طريقة ممتازة، وهتدعيلي هتدعيلي هتدعيلي علشانها. تاني حاجة عندي الليمونة، بختارها ليمونة كبيرة حلوة صفرة كده، وبشقها 4 تربع من فوق لحد 3 ارباعها. الربع اللي في القاعدة ده بسيبه سليم. ومعايا كمية وفيرة كده حلوة من الفلفل الأحمر الحراق، كوباية كبيرة من الملح، أي ملح عندك. معايا مثلا شوية عصفر حلوين كده زي ما انت شايفة. أنا عاملة هنا 4 كيلو من الليمون. شوية عصفر حلوين وشوية حبة البركة برضو كويسين، بس برضو ما كترش قوي عشان ما تسودش معايا المخلل. زي ما احنا عارفين في الليمون السريع، قلت نفس التركة برضو. خلاص، هنا الخلطة بتاعت الليمون عملتها زي ما انت شايفة كده، ملح وحبة البركة وعصفر وفلفل احمر حراق. دي الخلطة العظمة اللي هتطلع لك ليمون زي المربى. يعني الليمون ده بصراحة انا بسميه مربة الليمون. بتاخدي ليمونة مركزة وجميلة وبتفضل عندك السنة كلها. دي الميزة اللي فيه. بحشيه طبعا زي ما انت شايفة كده من كل الفتحات، لا بملاها قوي ولا بسيبها فاضية. يعني بحط الخلطة بالمعقول، بتبقى ايه كويسة كده ومالية الليمونة، وفي نفس الوقت مش متكوكة قوي علشان يطلع معاكي مظبوط وزي القمر. خلاص كده هعمل معاكم واحدة كمان وهخلص بقية الكمية وارجع لكم تاني. خلاص، هنا هخلص كمية الليمون ونشوف هنعمل ايه تاني. تمام، معايا بقى هنا البطرمان بحط فيه الليمون وابتدي ارصه. القاعدة بتاعت الليمون بتبقى لتحت، والحتة المفتوحة بتاعت الليمون بتبقى فوق عشان ما يفضيش الخلطة اللي فيه. خلاص كده تمام. الفلفل هنا لو تلاحظوا في الليمون السريع احنا شلنا القمع بتاع الفلفل، لا، هنا احنا عايزين الفلفلاية سليمة بالقمع بتاعها عشان تتحمل مدة التخليل. لان هنا الليمون ده بياخد حوالي 3 شهور على بال ما تاكليه يبقى مظبوط كويس، وكل ما زادوا ال3 شهور كل ما بقى احلى. فانا عايزه الفلفلايه تتحمل، فبحطها سليمه مغسوله طبعا زي الفل وسليمه بالقمع بتاعها. برص بقى الليمون زي ما قلنا القاعده بتاعته لتحت، وفتحه الليمون اللي فيها الخلطه الجميله القمر دي لفوق. وبنجهز البطرمان بقى كده اهو زي ما انا بقول لكم، يعني القاعده تحت وبوز الليمونه لفوق. خلاص، رق ليمون ورق فلفل زي ما احنا متعودين. وخلاص المحلول جهز عندي. زودت شوية مية على كمية الليمون اللي انا عاملاها، وانا قايلة ان نص كمية الليمون اللي انا مخللاه باخد نصها ليمون معصور، وبكمل الباقي مية وملح. الملح هنا بالتقريب، يعني انتي دوقي وحددي الملح بتاعك وحطي ملح كويس، وما تنسيش ان انتي حاطة في الخلطة ملح برضو. خلاص، هنا انا خلصت المحلول بتاعي وظبطت الليمون بتاعي، حطيت عليه مية وحطيت عليه ملح. وهنا دي المية اللي متبقية من بقية الخلطة بتاعتي بتاعت العصفر وحبة البركة والفلفل الأحمر. شايفين لونها جميل وأحمر ازاي؟ حطيتها برضو في البطرمان بتاعي. قشر الليمون اللي بيتبقى ده بقفل بيه البطرمان علشان ما يعملش ريم أبيض، لأنه هيقعد مدة كبيرة قوي. انتوا واخدين بالكم؟ وبحط من فوق شوية زيت على القشر ده بحيث ان هو يحميلي البطرمان من الريم الابيض بتاع المخلل. كده انا قفلت البطرمان وخلصته. كل سنة وانتوا طيبين. ده باذن الله
انا هفتحه على رمضان، وانت عايزه تعمليه، عايزه تعمليه للسنه كلها كمان. القشر اللي بيحب يخلله يخلله، خللوه عادي. خلاص. كل سنه وانتم طيبين. وفين بقى اللايكات والشير لبيت ماما بطه؟ عايزه بقى لايكات كتير ودعاء بظهر الغيب لما هتاكلوا الليمون الجميل ده معايا. وفعلا اكتبوا لي في الكومنتات كلمتي صح ولا لا، هو مربة الليمون فعلا. ده الليمون الاصلي. كل سنة وانتم طيبين، وتحياتي ليكم.